بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. أيها الشعب اليمني الكريم، لقد تعودت في طريق حفاظك على حريتك واستقلالك وثورتك وجمهوريتك أن تجابه الأخطار والمحن بإيمان قوي وثبات لا يتزعزع. أيها الشعب العظيم، لم تكن غريبة عليك ولا جديدة المؤامرات الدنيئة والدسائس والمخططات التي تحاك عليك وعلى زعمائك الوطنيين وقادتك الأحرار. يا جماهير يمننا الحبيب، إنه في هذا اليوم الأسود الكئيب في تاريخ شعبنا اليمني العظيم سطت أيد آثمة مجرمة خائنة لشعبها ووطنها على حياة قائد مسيرتنا الأخ المناضل المقدم إبراهيم محمد الحمدي، الذي عرفه شعبنا كله وعرفناه قائدا مخلصا ومناضلا شريفا وزعيما أمينا، الذي بعهده وبقيادته حققت أيها الشعب العظيم الكثير من المنجزات والمشاريع، وخطوت خطوات واسعة على طريق الانتصار ضد التخلف والفساد، كما اغتالت أخاه الأخ المقدم عبد الله محمد الحمدي. أيها الشعب اليمني العظيم، إن مجلس القيادة إذ ينقل إليك بكل أسى وحزن هذا النبأ المؤلم ليعزيك بفقيدي الوطن العظيم، ويعاهدك عهدا صادقا على الأخذ بثأرهما من القتلة المجرمين الحاقدين، ويعاهدك أيضا على السير في الخط الذي رسمه لنا المغفور له حتى يتحقق لجماهير شعبنا كل طموحاتها وما تصبو إليه من الحرية والعدل والتقدم والرقي. رحم الله شهيدينا وأسكنهما فسيح جنانه وأنزلهما منزلة الأولياء والصديقين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويعلن مجلس القيادة الحداد لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الحكومية أسبوعا كاملا. إذاعة الجمهورية العربية اليمنية من صنعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة